السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من سلسلة 30 Days of Pandas على اللاتكود. النهاردة بإذن الله هنحل سؤال رقم 26 من البلاي ليست. والسؤال بعنوان Students and Examinations. أوكي، طيب لما تخش على السؤال هتلاقي أول تيبل معاك وهو الستودنتس، وفي عمودين student ID والstudent name. ماشي، ده في تلاتة تيبل. ماشي، التيبل التاني هو السبجكتس، اوكي، وفي subject name، والتيبل التالت وهو الستودنت اي دي وسبجكت نيم. حلو، فهنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك find the number of times each student attended each exam. اوكي، هو السؤال بكل بساطة عايز ايه؟ بيقول لك هنا هات لي لكل طالب يعني حضر كل مادة قد ايه. اوكي، طيب يعني نوضح الفكرة اكتر بالاكزامبل. طبعا قبل ما نروح للاكزامبل هنا بيقول لك ايه؟ اعمل لي اوردر باي الستودنت اي دي والستودنت نيم. ماشي، فتعالى نبص كده على الثلاثة تيبل الاولانيين. اول حاجة الستودنتس، اوكي، والسبجكت نيم في عندنا ماس وفيزيكس وفي بروجرامينج. حلو، والكولوم او التيبل الثالث هنا بيقول لك الستودنت اي دي رقم 1 حضر ماس وحضر فيزيكس وحضر بروجرامينج وحضر فيزيكس تاني وحضر ماس تاني وحضر ماس تالت. هو ده الفكرة بقى، هو عايز ايه؟ هو عايز لكل ستودنت قول لي لكل مادة هو حضرها قد ايه. حلو، طيب تعالى كده نبص على الايه، الاوتبوت. حلو، هنا ماسك كل طالب وقصادها كل مادة. احنا فوق كان عندنا كام مادة؟ كان عندنا 3، الماس والفيزيكس والبروجرامينج. ماشي، فقال لك ايه؟ أليس حضر الماس 3 مرات، وأليس حضر للفيزيكس مرتين، أليس حضر للبروجرامينج مرة، ونفس الكلام لبوب وأليكس وجون. فالسؤال ده حلو قوي، السؤال ده خطير. فلو انت كده مش في المود، اعمل لك فنجان قهوة كده وتعالى لي كده ايه نفكر في السؤال سوا. طيب احنا كده نفكر في السؤال ازاي؟ انا معايا 3 تيبل وعايز اطلع الشكل النهائي اللي قصادك ده. ماشي، في الفيديو اللي فات لو تفتكر احنا شرحنا الميرج بانواعه الاربعة، اللي هو الانر والاوتر والليفت والرايت. حلو حلو، ولكن هو كان في نوع مش مستخدم يعني كتير وما شرحتوش ساعتها. ايه هو بقى اللي احنا هنستخدمه بالمناسبة في السؤال ده؟ هو الكروس جوين او الكروس ميرج. فكرة الكروس ده ايه وليه هنستخدم كروس اصلا؟ خليك معايا. فكرة الكروس هنا هو انا بضرب القيم في التانية. يعني ايه بقى؟ وليكن انا هعمل ميرج كروس للتو تيبل دولت، للستودنت والايه والسبجكت. فانا هعمل ايه؟ هضرب أليس في ماس، وهضرب أليس فيزيكس، أليس بروجرامينج، وبعدين بوب ماس، بوب فيزيكس، بوب بروجرامينج الاخر. فبعدين هينتج لي تيبل عدد الروز اللي في التيبل الاولاني في عدد الروز في التيبل التاني، فيطلع لي في الحالة دي التيبل الجديد هيكون 12 رو. ليه؟ لان الستودنت عندي 4 ستودنت وعندي 3 سبجكتس، فكل طالب قصاده 3 مواد، فبالتالي هينتج عنه 12 رو. وهو ده فكرة الكروس ميرج. انت ليه اصلا هتحتاج انك تعمل كروس ميرج؟ لانك لو بصيت على الجدول النهائي انا محتاج اعمل ده فعلا، لان انا مسكت الاليس مع كل المواد نفس المنظر ده. فهنا طلع لي اصلا كده كده اوريدي هو 12 رمز لكل طالب اللي قصاده المواد كلها. حلو، ادي كده مسكنا اول
خيط من الحل اللي احنا هنعمل كروس ميرج لاول 2 في التيبل. حلو. طيب بالنسبه للتيبل الاخير ده هنعمل فيه ايه؟ انا عايز اطلع منه الستودنت اي دي قصاده السبجكت وقصاده الرقم. فانا هعمل جروب باي بحيث طبعا الاجريجيشن هيكون كاونت ان انا عايز اعد. خلينا كده ايه نوضحها اكتر بالقلم. لو انا مثلا قدامي الستودنت واحد وقصاده الماس، فانا عايز يظهر لي هنا قصاده 3. هو فعلا حضرها 3 مرات بالظبط كده، 3 مرات. ونفس الكلام برضو ليه نفس الستودنت مع المواد التانيين، واحسب بقى شوف هو عمل كام. طبعا دي مش زيرو، يعني هو الخانه هنا ايه على حسب بقى الكاونت، صح كده؟ فتاني حاجه هعملها بعد الكروس ميرج الاول تو تيبل ان انا هعمل aggregation function count على التيبل اللي هو الاكزامينيشنز. وبعدين خلاص الناتج اللي هيطلع من الاولاني مع الناتج التاني هعمل لهم ميرج وشكرا. هو ده فكره السؤال. هو سؤال حلو، فخلينا كده نوضحه. وانا بحب الصراحه احل على جوجل كولاب بحيث ان الريزلت تظهر لي يعني يكون سهل للشرح اكتر يعني. اوكي، انا بعد ما عملت 3 داتا فريم زي اللي عندنا بالظبط في المثال، اللي هو الستودنتس والسبجكتس والاكزامينيشنز، اول حاجه احنا محتاجين ان احنا نعمل كروس ميرج على الستودنت والسبجكتس. اوكي، فخلينا كده نمسك الستودنتس ونعمل لها ميرج مع الايه، لا عايزين نعمل لها مع الايه السبجكتس. اوكي، والهاو هنا هيكون كروس. اوكي، طبعا في الكروس احنا مش محتاجين ان احنا نستخدم الان لان هو كده كده اصلا ايه بيضرب كله في بعضه. خلينا نأساين ده في دي اف كروس مثلا ونطبعه كده. احنا هنا متوقعين اننا يطلع لنا 9 روز 3 في 3. فهنبص فعلا في 9 روز لكل student name قصاده التلاتة subject اللي هو الماس والفيزيكس والايه بروجرامينج. طيب اول حاجه احنا كده خلصنا من الكروس ميرج ما بين اول تو تيبل اللي هو الستودنتس والسبجكتس. تاني حاجه احنا محتاجين نعملها، وزي ما قلنا ان احنا محتاجين نعمل ميرج محتاجين نعمل aggregation function على الاكزامينيشنز. فممكن نخليها مثلا exam count. اوكي، ونقول له examinations dot group by، ولكن الجروب باي هنا مش هيكون على الستودنت اي دي بس، هيكون على الستودنت اي دي والسبجكت نيم. اوكي، طبعا احنا مش هنستخدم الاجريجيشن فانكشن بالمنظر ده، احنا محتاجين ان هو ايه نحاول نحسنها اكتر يعني. فايه نستخدم الاجريجيشن ونقول له الكولوم اللي انا عايزه هيكون بالمنظر ده. اول حاجه اللي هو هيكون ايه السبجكت نيم. اوكي، وال الاجريجيشن فانكشن هيكون كاونت. حلو، وما ننساش الريست اندكس. اوكي، خلينا كده نطبع المنظر ده. اول واحد ده اللي هو الايه الكروس، خلاص ملناش دعوه بيه. تاني واحد ده وبص بقى يعني مسك لك الستودنت اي دي اللي هو رقم 1 مع كل المواد. هو عمل جروب باي ما بينهم وعدهم 3، هنا 2، هنا 1، وهكذا. وده اللي احنا عايزينه فعلا. ناقص خطوة أخيرة وهو إن احنا نعمل ميرج ما بين الكروس والاكزام كاونت. حتى هو كتبها خلاص اوريدي، وفعلا ان احنا نستخدم الهاو ليفت. وخلينا نطلع ب الداتا فريم دي. هو نسي هنا طبعا الايه الاون.
طب احنا هنعمل on بايه؟ احنا هنعمل ال on بتو تو كولوم اللي هما مين؟ الستودنت اي دي والسبجكت نيم. ونرن كده هتلاقي فعلا اني عملهم ميرج مع بعض. فلو بصينا كده هنلاقي اني في الاتندنت اكزامز هتلاقي نان، وده طبيعي ان ممكن يكون في طالب ما حضرش الامتحان ده، ما حضروش، فبالتالي هيستخدم نان ان احنا مستخدمين الليفت ميرج. فلو نبص على الاوتبوت الموجود في الاكزامبل هتلاقيه زيرو، فبالتالي احنا محتاجين نريبليس النان ده بزيرو، فهو null value. فبالتالي ممكن نستخدم ايه؟ نستخدم اللي هو الفيل نا بزيرو. اوكي، ونرن. فعلا هو بدأ يستبدل النان بزيرو. خلينا بقى ناخد ايه كل الكلام اللي احنا كتبناه ده ونرفع على هناك. اوكي، بس نخلي بالنا ان احنا محتاجين نشيل البرنتات دي، وخلينا بقى ايه نريتيرن اخر حاجة احنا وصلناها، وهو لسه واخد بالي لو نفس الاسم. طيب خليها مثلا ايه دي اف ريزلت. اوكي، طبعا احنا قبل ما نرن الكود ده هو هيجيب ايرور. ليه؟ لان احنا نسينا حاجه مهمه قوي، ان احنا نسينا نعمل اوردر باي الستودنت اي دي والسبجكت نيم. فهي ملحوقه، يعني احنا ممكن نيجي هنا في الدي اف ريزلت ونقول له sort values، ولكن هنا الباي هيكون تكون الستودنت student ID والسبجكت نيم. اوكي، فهنرن كده مظبوط وايه accepted. خلينا نصمت الكلام ده. جاب لنا wrong answer في تيست كيس 14. طيب ايه السبب؟ في الانبوت هنا الستودنت نيم مدينا null. ماشي، اوكي انا فهمت. احنا في الفيلنا احنا استخدمنا ان احنا هنفل كل الكولومز اللي هيكون فيها نان، ولكن انا مش عايز ده، انا عايز افلنا زيرو للاتندنت اكزام بس. فاحنا ممكن نعمل حاجه ظريفه قوي، ان احنا ممكن نشيل ده كده خالص، نيجي في الاخر هنا ونقول له ال df results of attendance exam بتساوي df results of attendance exam dot fill نا زيرو، بحيث ان انا اعمل فيلنا على الكولوم اللي هو الاتندنت اكزام بس، مش على كل الايه التيبل. نسبمت. يب اكسبتد كده والحمد لله. كله مية مية وزي الفل. حقيقي السؤال النهارده ده كان فيه فكرة حلوة قوي. سؤال يعني مش صعب ولكن هو لذيذ، في فكرة كويسة يخليك ايه تشتغل بإيدك أكتر في أكتر من حاجة. ف بس كده ده كان نهاية الفيديو. أتمنى يكون حل السؤال يكون واضح بالنسبة لك. بس كده وأشوفكم في الفيديو اللي جاي. كان معكم محمد عبد الغني، والسلام عليكم.